ولد لطفي لبيب في 18 من أغسطس 1947 بمحافظة بني سويف في صعيد مصر، في أسرة متوسطة تهتم بالعلم والثقافة. كان منذ صغره مهتما بالفن والأدب، لكنه لم يبدأ مشواره الفني بشكل مباشر، فقد قرر أولا أن يلتحق بكلية الآداب قسم الفلسفة، قبل أن يقرر لاحقا أن يتبع شغفه ويدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه عام 1970. لكن حلمه بالتمثيل لم يترجم فورا إلى أدوار، فقد التحق بالتجنيد الإجباري وخدم في الجيش المصري خلال حرب أكتوبر 2070، مما منحه نضجا وتجربة إنسانية انعكست لاحقا في أدائه التمثيلي. الانطلاقة الفنية المتأخرة ولكن القوية رغم تخرجه من المعهد في السبعينات، فإن ظهوره الفني الحقيقي جاء متأخرا نسبيا في منتصف الثمانينات، وكانت البداية الحقيقية له من خلال المسرح الذي ظل يعتبره بيته الأول. عمل في البداية بمسرح الدولة، ثم بدأت العروض تتوالى في التلفزيون والسينما. قدم أول أدواره البارزة في فيلم الكتكات 1991 مع محمود عبد العزيز بدور بسيط، لكن أداءه الجاد المتقن لفت الأنظار. أهم أعماله وأدواره المميزة اشتهر لطفي لبيب بأدواره الثانوية ولكن المؤثرة، وكان دائما يترك بصمته بخفة دمه وجديته في آن واحد. ومن أبرز أعماله في السينما مرجان أحمد مرجان مع عادل إمام، طير أنت مع أحمد مكي، السفارة في العمارة عسل أسود بدور السفير، لا تراجع ولا استسلام، صاحب السعادة أهواك في التلفزيون، رأفت الهجان لحظات حرجة، تامر وشوقية، الراجل ده هيجنني العملية، ميسي هبة رجل الغراب، نيلي وشريهان. وفي معظم هذه الأعمال كان لطفي لبيب يجسد دور المسؤول، الأب، أو الشخصية الهادئة ذات العمق النفسي. كتاب ومفكر. عندما يتحدث الفنان بعقل الفيلسوف لطفي لبيب ليس فقط ممثلا بل كاتب أيضا. ألف كتاب الكتيبة السادسة والعشرين الذي سرد فيه تجربته في حرب أكتوبر، ولاقى إشادة كبيرة لجديته وعمقه، حيث تحدث عن الحرب بروح إنسانية فلسفية وبلغة بعيدة عن التهويل. أسلوبه في التمثيل تميز أسلوب لطفي لبيب بالهدوء والبساطة والاعتماد على التعبير الصادق لا المبالغة. لم يكن نجم الشباك، لكنه كان دائما العمود الفقري للمشهد، يقدم دورا صادقا يجعل الجمهور يشعر أن ما يشاهده واقعي. توقفه عن التمثيل مؤخرا في السنوات الأخيرة. أعلن الفنان توقفه عن التمثيل لأسباب صحية بعد تعرضه لجلطة دماغية أثرت على قدرته على الحركة، وقال بتواضع كبير: أنا ممثل تحت الطلب، لو جالي دور وأنا قادر هشتغل، لكن دلوقتي تعبان شوية. هذا الإعلان كان مؤثرا وأثار موجة من الحب والدعاء من الجمهور المصري والعربي. محبة الجمهور ولقبه الخاص يعرفه الجمهور بعم لطفي، وقد نجح في أن يحتل مكانة فريدة في قلوب المشاهدين، ليس لأنه تصدر البطولات، بل لأنه كان الركن الهادئ في ضجيج الكوميديا والظل العاقل في فوضى الأدوار.